وطبعا مهما اتكلمنا على سيدنا الأنبا دانيال احنا بنعشقه ككهنة وكشعب وزوجات الكهنة وولاد الكهنة. أنا لخصت في دقيقتين شعر بس هقولهم يعني بعد إذن الآباء. في شبرا بزغ القمر وارتفع حتى العلالي، واكتمل نوره حتى سطع في المعادي. درس وتفوق وعمل وباع الكل لشراء القلال. فالسريان هو الهدف للارتباط بالواحد العالي. ترهب وتنسك وعلم الرهبان الألحان الجمال، حتى اختير أسقفا فازداد سهرا في الليالي. راع أمين لشعبه وحبيبه المسيح الفادي، الذي وهبه الحكمة والقوة لحفظ الرعية. فالحب في قلبه ينبوع يتدفق صبح عشية، حتى أصبحت في قلوب الكل عشق، حتى أصبحت في قلوب الكل عشق وعطية من الله للمعادي وشعب الأبروشية. ففي التعليم رأيناك مؤسسا للمعاهد الدينية، دراسة الكتاب والألحان والمشورة والمدرسة القبطية. وفي الأفراح سباق متقدما بالتهاني القلبية. وفي الأحزان أنت الأب تسند بكلماتك المعزية. ولمصالح بيعتك كالأسد تزأر بفدائية. تهتم بالفقير قبل الغني، فالكل عندك سواسية. تستقبل الكل وقلبك مفتوح مفعم بالحنية. زرعت المحبة والأخوة بين الكل، وخاصة مرقس وأحمد وسنية. فكللت بالتجليس طبعا عشان هشام بيه برضو معانا. فكللت بالتجليس يا سيدنا كأول أسقف للأبروشية. كل التهاني لنيافتكم وشعبكم بهذه العطية. الرب يحفظ لنا حياتكم سنين هادئة سلامية، بصلوات الآباء المجتمعين معنا والبابا المعظم خليفة كاروز الديار المصرية، البابا الأنبا تودرس بابا الكرازة المرقسية. ولا تنسى يا سيدنا ابنك أشعية في صلواتك صبح وعشية.